السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحاب الصلاة. في هذه الحلقة سنتعلم بإذن الله كيف نصلي صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وهي زيادة في أجر المصلين وشفاعة في حق الميتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لاتباع الجنازة والصلاة عليها فضل عظيم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. الأفضل أن يصلى على الجنازة في مكان معد للصلاة على الجنائز، ويجوز أن يصلى عليها في المسجد أحيانا، ومن فاتته الصلاة عليها فالسنة أن يصلي عليها في القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا أسودا أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. السنة أن توضع الجنازة بين الإمام والقبلة، ثم يقوم الإمام عند رأس الرجل الميت وعند وسط المرأة الميتة. وأما عن اتجاه رأس الميت فلا فرق بين أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام أو عن شماله، خلافا لما يظنه بعض الناس أنه لا بد أن يكون عن يمين الإمام، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. من السنة أن يكون عدد صفوف المصلين 3 فأكثر، حتى إن قل عدد المصلين فيجب أن يصطفوا في 3 صفوف حتى وإن لم يكتمل بعضها. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا و2 صفا و2 صفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا غفر له. صلاة الجنازة 4 تكبيرات بدون ركوع ولا سجود ولا آذان ولا إقامة. فيكبر المصلي التكبيرة الأولى، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة سرا، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو بإخلاص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب النار. وإن كان الميت صغيرا دعا بالدعاء الأول ثم يقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا ودخرا، ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم ثانية عن يساره أحيانا فلا بأس. كانت هذه أهم أحكام صلاة الجنازة، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.